هو ينفع أي شخص أفضفض له وأتكلم معاه في حاجة تخصني؟ هو كل صاحب ينفع يتفضفض معاه وأفتح قلبي وأحكي كل حاجة عني؟ طب إيه الفرق بين الفضفضة والشكوى والثرثرة؟ طب إزاي تكون الفضفضة فضفضة صحية؟ إيه الحاجات اللي تنطبق في الشخص ده عشان أقول ده الشخص المناسب اللي أفضفض معاه؟ خليكم معايا كملوا الفيديو للآخر عشان نعرف إجابات الحاجات دي كلها. وقبل ما ابدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للقناة، وكمان شيروا الفيديو مع حد مهتم يعرف ازاي يفضفض بشكل صحي. اول حاجة، ازاي افرق ما بين الفضفضة والشكوى والثرثرة؟ 3 حاجات هيعرفوني الكلام اللي بيتقال ده فضفضة ولا شكوى ولا ثرثرة. النية، طريقة الكلام، والأثر اللي بعد الكلام. الفضفضة نيتها تعبير عن المشاعر وعايز أفهم نفسي وأقرب منها. أما الشكوى أنا عايز أعرف مين السبب في اللي بيحصل لي، أنا عايز أدور على المتهم. الثرثرة لا في نية ولا في هدف من الكلام، رغي وخلاص. طريقة الكلام في الفضفضة برجع الكلام ليا، أنا حاسس، أنا بشعر، أنا بفكر، أنا رأيي. الكلام تعبير عني أنا. طريقة الكلام في الشكوى أنا دايما بلقي اللوم على حد، هو اللي عمل، هم اللي قالوا، هي اللي قالت لي، هي اللي جت، هي اللي سوت، وهكذا. الكلام دايما حد تاني مش عليا. أما الثرثرة أنا بجيب من الشرق وأحط على الغرب، شوية عني وشوية عنهم وشوية عنها وشوية عنه، والكلام كله دخل في خلاط واحد. أثر بقى طريقة الكلام في ال3 مواقف. الفضفضة بشعر بعدها بارتياح، وبفهم نفسي أكتر، وبفهم مشاعري، وبفهم اللي حصل لي ده حصل لي ليه. أما الشكوى أنا بطلع محمل بطاقة سلبية أكتر، وغضب ولوم على اللي كان السبب، اللي أنا مسكته وقلت إن هو ده المتهم في اللي حصل لي. أما الثرثرة كأني كنت في سباق ومش عارف أنا إيه اللي قلته ده، وليه عملت كده، وليه قلت الكلام ده أصلا. وفي أحيانا ندم وأحيانا نسيان، أنا مش فاكر أنا قلت إيه أصلا. يا ترى دلوقتي عرفنا نفرق ما بين الفضفضة والشكوى والثرثرة ولا لسه؟ تنسوش اكتبولي في الكومنتات. ومن هنا بقى نبدأ نقول ازاي تكون الفضفضة فضفضة صحية. اول حاجة، احدد نيتي، انا عايز اتكلم ليه. الحاجة التانية، اختيار البيئة الآمنة، مكان وزمان وكمان الشخص، ما انا مش هتكلم في الشارع وكل من هب ودب يسمعني. واختيار الوقت كمان مهم، مناسب ليا ويكون مناسب للي بيسمعني. اما اختيار الشخص ده هنقوله في اخر الفيديو، فخليكم معايا وما تروحوش في مكان تاني عشان تعرفوا ازاي تختاروا الشخص اللي تفضفضوا معاه. الحاجة التالتة ان انا اركز في الكلام عليا انا، على مشاعري انا كنت حاسس بايه في الموقف ده. النقطة التالتة انا هركز في الكلام عليا انا، مش هركز على الناس ولا عملوا ايه ولا قالوا ايه. انا هركز على مشاعري واحساسي انا وافكاري وارائي انا، وايه اللي اتعلمته عن نفسي. خلي دايما للكلام نهاية، ودي رابع نقطة. ما تدخلش من موضوع لموضوع لموضوع، خلي الفضفضة موضوع محدد أنا هتكلم فيه، موقف معين أنا هتكلم فيه، عشان ما تفتحش مجالات كتير لحاجات انت نفسك هتتلخبط، وهندخل من الفضفضة يا نروح للشكوى أو للثرثرة. وكمان واحنا بنتكلم نخلي بالنا تكرار الكلام والزيادة فيه، ده هينقلنا من الفضفضة للشكوى أو للثرثرة. آخر حاجة، هو بعد ما حكيت الكلام ده أنا حاسس بارتياح ولا لسه محمل بطاقة، ويمكن كمان زدت الهم همين وبقت طاقتي سلبية أكتر وبقيت تعبان أكتر ومفيش ارتياح. ببساطة كده الفضفضة الصحية نية للفهم، وحوار صادق، ومشاعر صادقة، ووعي جديد بطلع بيه من الفضفضة دي. نيجي بقى لآخر نقطة، اختيار الشخص اللي هفضفض معاه. أول حاجة يكون منصت جيد، يعني
حاضر معايا، بيسمعني باهتمام، بيكون ما بيحكمش عليا ولا بيقاطعني وانا بتكلم، يسمعني للآخر. الحاجة التانية، يكون واعي ومتفهم ويقدر يرجعني لنفسي لما أكون ببدأ أتكلم على حد بره، يرجعني للكلام عني، يرجعني للحوار عن نفسي عشان أفهم نفسي. ما ده الهدف من الفضفاضة، مش نجيب في سيرة الناس ونقول مين عمل ومين قال. النقطة بقى اللي جاية دي مهمة جدا، إن يكون الشخص ده شخص أمين، أمين على أسراري وأسرار غيري، ما بيجيبش سيرة حد ولا يقول لي على أسرار حد ائتمنوا عليها، وبيفكرنيش كمان بالأخطاء اللي أنا عملتها زمان ويعايرني بيها، أو يقول لي هو أنت فاكر أنت قلت إيه وأنت عملت إيه. ده شخص مش أمين، ما تفضفضش معاه. وأفضل بيئة آمنة للفضفضة هي جلسات الكوتشنج. الكوتش بيسمعك باهتمام بدون ما يحكم عليك ولا يقطعك في الكلام، ولا يجيب كلام من عنده يحطه في حكايتك. انت بتحكي اللي انت حاسه وفاهمه، ولو لقاك بتطلع بره بيرجعك كمان لنفسك عشان تطلع من الفضفضة مرتاح، معبر عن مشاعرك وفاهم نفسك اكتر. وما تنساش في اخر الفضفضة تشكر الشخص اللي سمعك، انه شاركك جزء من وقته، انه سمعك باهتمام، انه كمان ساعدك تفهم نفسك اكتر. وكل ما الشخص كان واعي اكتر ومتفهم اكتر وامين، هيكون مناسب انك تفضفض معاه. دي كده كانت اهم النقاط اللي اتكلمنا فيها في لايف عن الفضفضة الصحية. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشاركوني رأيكم في الكومنتات، وكمان اعملوا اشتراك في القناة. ويومكم جميل.